السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شيوة أم تسنيم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم بطبوط معمر بالشحمة والخضرة، كيجي ساهل وسريع وبنين في المذاق ديالو. تفرجوا في الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا سر النجاح ديالو، كيجي ناجح 100%. غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي ندوز المكونات. عندنا حبة فلفل أخضر، عندنا الشحمة كتكون مطحونة، وعندنا القرعه الخضراء كتكون محكوكه، والبصله مقطعه، وخيزو محكوك، والتوابل البزار، الملحه، خرقوم وسكينجبير والبابريكا والتحميره. عندنا صلصه الصويا، وعندنا شويه الهريسه، وعندنا قزبر معدنوس مقطعين رقاق. غادي ناخذ واحد المقله، غادي نديرو فيها الزيت، وغادي نضيف فيها البصله نشحروها بهذا الشكل. هنا بعد ما تشحرت البصله ودابت معنا، غادي نضيفو الشحمه اللي كنكونوا حاكينها. يمكن لكم تقطعوها طريفات صغار، وغادي نضيفو الفلفله الخضراء، يمكن لكم تستعملوا الحمراء او الصفراء. غادي نضيفو القرعه وحنا كنحركو. غادي نضيفو خيزو، نضيفو قزبر معدنوس، غادي نضيفو التوابل. بالنسبه اللي كيبغي الحار يمكن ليه يستعمل السودانيه، كيف كتشوفوا انا استعملت الهريسه والبزار. غادي نضيفو قطرات من صلصه الصويا وقطرات من الهريسه. نحركوا المكونات مع بعضياتها. اما كياخذش معنا وقت طويل دغيا كيطيب. الا متوفر الدجاج يمكن لكم تستعملوه. هنا بعد ما طابت الحشوه ديالنا غادي نطفيو عليها ونخلوها تبرد ونحضر معكم العجين. كيف كتشوفوا هنا استعملت الطحين، الفورص والقمح، خلطتهم، درت معاهم الخميره والملح والسكر. هنا بعد ما تعجنت العجينه غادي نشكلوها كويرات. يمكن لكم ديروهم صغار، يمكن لكم ديروهم كبار على حسب المقله اللي عندكم. خليهم يرتاحوا شويه. هنا بعد ما ارتاحوا غادي نطلقهم معكم. وغادي نعمروهم بالحشوه. كيف كتشوفوا خاصكم تعمروا من جميع الجهات باش تجي الحشوه في جميع الجهات. وكنأكد لكم على واحد الحاله، خاصكم تسدوها مزيان باش ما تفرتت ليناش باش كتكون كطيب، باش ما تخرجناش الحشوه منها. غنشكل معكم واحده اخرى. كيف كتشوفوا نوزعوا الحشوه على جميع الجهات ونجمعوا بهذه الطريقه.
هنا بعد ما كملت غادي نقرصوا العجينه على شكل مخماره. ما نرققوهاش بزاف وما نخلوهاش غليظه بزاف. غادي ناخذ واحد المقله كنكونوا درناها تسخن، غادي نضيفوا فيها شويه ديال الزيت وغادي نديروا المخمره ديالنا او البطبوط، غادي نرشوها من الفوق ونقلبوها بهذا الشكل. حنا كنطيبوا في هادو كنطلقوا الرغيفه الاخرى في نفس الوقت. ملي كنشوفوها طابت صافي كنحيدوها، ملي كطيب من الجهتين كنحيدوها. هنا بعد ما طابت غادي نزولوها، وهذا هو الشكل النهائي ديال المخمار ديالنا او البطبوط. كيجي ساهل واقتصادي في نفس الوقت وبصحه والراحه.